السؤال يكون للاستعلام لا لغيره، فإياك أن تسأل العلماء استعلاء أو استكبارا أو تعنتا أو إظهارا لعجز العالم وضعفه. فمتى ما قام في قلبك شيء من هذه المعاني الإبليسية والنفخات الشيطانية فاستعذ بالله وابصق عن يسارك ثلاثة. العلماء يسألون ليستفاد من علمهم، لا لأنك توك مراجع المسألة تقعد تعضل علينا، توك مراجعها تعضل، ما قولك في كذا توك مراجعها يا ابن الذين، والعالم بعيد العهد بها. أو سؤال ضرب أقوال العلماء، يا شيخ وش قولك في كذا؟ المفتي الفلاني يقول بخلاف قولك يا شيخ. أنا يعجبني الرد من العالم يقول ما تأكل ترابا بس، وقد سمعتها بأذني من بعض العلماء ويعجبني، لأن هذا قليل الأدب. يا أخي قل على الأقل ما قولك في من قال كذا بدون أن تنسب ليه تضرب أقوال العلماء بعضها في بعض. أنا أذكر الشيخ محمد رحمه الله في بعض دروسه صار يطرد واحدا حتى يقام من كرسي الشيخ محمد بن عثيمين، لما قال الشيخ ابن باز يخالف قال اطلع برا، اطلع يا قليل الأدب، طلع من الحلقة. وإذا ما تربوا الطلاب ترى شو يا جماعة، هل تريد أن تعرف ميزان علمك هل هو لله ولا لغير الله؟ انظر في صفتين، هل زادك علمك تواضعا للحق والخلق؟ إن زادك علمك تواضعا للحق والخلق فعلمك لله بإذنه عز وجل. الأمر الثاني أن يزيدك عملا، فالعلم كلما استكثرت منه وأنت على محلك راوح ما في عمل هذا علمك مو لله. فانظر مقياس علمك في هالمسألتين، ما مدى عملك مقارنة بعلمك، ثم ما مدى تواضعك للناس، تواضعك لربك، اعترافك بخطأك أمام الصغير والكبير، ولا منزلتك العلمية بتخليك تقول لا هذا حلال وهذا حرام وانت ما انت قال الله أعلم يوم من الأيام عشان ما تسقط هيبتك قدامك؟ لا أبدا. فمتى ما رأيت علمك يدفعك للتعالي والغرور والاستكبار فمهم لله، عود ارجع ريوش، ترى طريق خطأ. ومتى ما رأيت أنك تتعلم العلم في السنن والفرائض ثم والله لا قيام ليل ولا صلاة ضحى ولا كثرة ذكر ولا قراءة قرآن ولا ورد ولا شيء، وش تتعلم فيه؟ فلا تعلم أجل. لما سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنه كان كثير السؤال له، ابن أخته، فكان كان كثير السؤال له، فقالت يا بني أتعمل بكل ما تعلمت؟ قال لا يا أمه. قالت لما تستكثر من حجج الله عليك؟ إن شاء الله حادكم تسوي كذا. فإذا خذوها قاعدة، الأدب مع العلماء، الأدب. وش يبغى يوجعك السلام؟ وش تبي يبغى يوجعك السلام؟ أنت إيش؟ لا يمكن على طريقة المناقشة فيها غلظة شوي. لا الأدب معها ناقشة بأدب، وإن شاء الله بهديها الله إن شاء الله. حبي لك. السؤال يكون للاستعلام لا لغيره. واضح القاعدة؟ قاعدة ثانية.